صباح الخير، عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني والله العظيم، وحشتوني قوي قوي. طبعا بقى ما حدش يتريق عليا ان انا لسه صاحي من النوم وعينيا بقى ايه منفخه وكده يعني. النهارده بقى ايه تاني يوم لينا انا وعم الشباب. طبعا انا سبت عم الشباب ايه نايم. هروح بقى السوق بقى. طبعا احنا من ساعه ما جينا ايه ما جبناش حاجه من السوق. هروح بقى السوق اجيب بقى شويه اكل كده اشوف هنطبخه ايه النهارده، عشان اثبت لامل بقى ان انا ايه قد المسؤوليه يا جماعه. طبعا احنا اصلا انا صاحي الصبح بدري، ومن النادر ان انا بصحى الصبح بدري. فانا ايه خليت عم الشباب نايم ورحت بقى. انا هروح بقى دلوقتي اجيب السوق اشوف هنعمل اكل. ضغطوا لايك للفيديو ده عشان انا مبسوط قوي ان انا هروح يعني ايه هجيب اكل وهطبخ وكده، هرجع لايام زمان تاني. يلا بينا. طبعا انا هنا عند بتاع السمك، يعني انا دلوقتي هروح بقى اشتري السمك. انا هروح بقى السمك شكله عامل ازاي ان شاء الله. محل خالد واخوات، شايفين اهو كابوريا. السمكه دي شكلها ايه. بصوا بقى انا عايز اوريكم حاجه. البتاع ديت ايه مزولاني بس شكلها جميل. انا مش عارف اسمها ايه، كابوريا دي ولا اسمها ايه دي. دي بقى بيعملوها ايه، بينضفوها ويحطوا فيها جبنه وشغل عالي يعني. ما شاء الله السمك هنا جميل اصلا، وكل حاجه هنا جميله يا جماعه. بقى ايه اشتريت السمك، السمك وخضار وحاجات كتير كده يا جماعه. انا عاوز اقول لكم احساس حلو ان انت يعني ايه تبقى رايح تشتري حاجات كده تطبخ انت بقى ايه بنفسك. هو معاناه في الحر يعني. بس انا عايز اقول لكم حاجه يعني ملحوظه. الفيديو ده انا هتعب فيه عشان الجو حر، فما تبخلوش بقى عليا بلايك جامد. انا اروح بقى دلوقتي عشان الجو حر، هركب تاكسي اشوف هركب ايه واروح بقى عشان ايه زمان عم الشباب ميت من الجوع. يلا ادعوا لي. اخيرا وصلت. انا عايز اقول لكم ان انا وصلت بعجوبه. وصلت البيت بعجوبه والله. مش لاقي بصوا ولا تاكسي ولا اي عربيه فاضيه. طبعا الجو حر والناس زحمه اصلا والبلد خلاص مصيف، فمش لاقي حاجات اركبها. والجو شايفين بقى وش عامل ازاي، عرقان حاجه هيت. خش بقى ايه داخل حاجه التلاجة شوف هنعمل ايه. طبعا التلاجة فاضيه. انا بقى ايه دي خضره، جبت خضره وجبت ايه تاني، وهنا ايه تاني، ده بطاطس. شوف البطاطس بتتحط في التلاجة، ما علينا يعني. وده خيار. شوف البصل بتتحط في التلاجة، لو مش بتحط في التلاجة. طبعا ده السمك ايه انا هحطه بس ايه فوق هنا كده في الحافظ ده. طبعا بقى ايه شوية موز بقى يا جدعان، يعني ايه نروق على نفسنا. موز اهو، خليه هنا كده. حط موز، طماطم بس. الرز بقى والحاجة التانية ديت بقى كده. اخش بقى ايه اغير كده هدومي عشان الجو حر اصلا. شوف انا بعرق كتير كده ليه. واخش بقى المطبخ يعني ايه اشوف هنعمل ايه في المطبخ بقى. السلام عليكم. اول حاجة نخش المطبخ. وحشني المطبخ يا جماعة. طبعا بقى ايه انا جبت السمك اهو. اول حاجة هنعملها في السمك ايه، ان احنا لازم نغسل السمك. طبعا انا لابس كلابز عشان صوابعي متعوره والله يا جماعه. كنت بمسك الحمام فصوابعي متعوره، فاحساس الكلابز ده مخليني شيف براك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين السمك عامل ازاي حلو ازاي. بس بص بقى الله يسامحه بتاع السمك مبهدل لي السمكه ديت اكنها مضروبه بالنار. شايفين عامل ازاي مش عارف يعني. وديت كمان يعني شوف. الناس ما عندهمش ضمير بتاع السمك. عشان انا قلت ينضفوه له هو يعني، ولا يقولوا ننضف، بس والله العظيم يعني ما ينفع كده. يلا مش مشكلة هتتنضف. يلا بس بقى كده. أهم حاجة إيه ننضف السمك حلو من الزفارة. طبعا بقى إيه كده بعد ما خلصت السمك أهو. طبعا كده إيه غسلناه وظبطناه. هنيجي بقى نعمل بقى إيه معانا التتبيلة الحلوة ديت بقى. التتبيلة ديت يا جماعة اللي عاملها عم الشباب. التتبيلة ديت عبارة عن كمون وثوم وشطة خضراء وشوية بهارات حلوين كده يعني. هنفتح بقى السمكية الحلوة دي كده من هنا. اكيد انتوا كلكم عارفين ايه الطريقه بقى. هنيجي نتبل كده من جوه، ننشي السمك من جوه كده. ماشي من هنا كده وكده. مش عارف بقى التتبيله دي هتكفي ولا لا. يا سلام يا شيف سعيد. شايفين من جوه نخش لحد الدماغ. ماشي كده. نجيب بقى طبق تاني نحط فيه السمك ده هنا كده. بقى ايه تبلت السمك زي ما انتم شايفين السمك. السلام شايفين الشكل عامل ازاي.
هنسيبه بقى شويه ياخد بقى ريحه حلوه كده. نروح بقى نعمله شويه رز النهارده بقى، نعمله بقى شويه سمك مقلي، شويه رز صياديه، انما ايه، عنب عسل في قلبك في قلبك. ننزل بقى على ايه شويه زيت حلوين كده كده بقى ايه بالبصلايه اللي معايا ديت. هي هسيبها تحمر لحد ما تتحرق كده، يبقى لونها بني. هي مش هتتحرق يعني، انا عايز لونها بني عشان يبقى الرز ايه لونه بني كده جامد. معايا بقى ايه طماطمايه هننزل بقى كده يا سيدي. الله لا الريحه جامده. ننزل بشويه كمون، معلقه كبيره كده يعني، ونقلب بقى كده. خلاص البصلايه خدت لون بقى حلو. ننزل بقى ايه بالميه بقى. يا سلام. بصوا انا مش هنزل بالميه كلها عشان لو الرز احتاج ميه ازوده، لكن ممكن يعجن مني لو حطيت الميه كلها. اقول لكم سايبينها بالبركه. يلا بعد كده بقى هنزل ايه بشويه ملح حلوين كده، ونقلب يا باشا. الميه تغلي بقى واروح جاي نازل بالرز. هعمل بقى شويه سلطه حلوين على ميه الرز ما تغلي. طبعا ايه السمك بيحب حاجه اسمها سلطه، وانا احلى واحد بحب اعمل السلطه. عملت بقى ايه انا شويه سلطه. اتحدى اي حد يعرف يعمل شويه السلطه اللي انا عاملهم دول. شايفين شويه السلطه عاملين ازاي؟ بصل بقى وخيار وطماطم وليمون وكمون وملح يا جدعان. انتوا شايفيني ولا لا؟ ثواني كده. شايفيني؟ انا بعاني من التصوير والله يا جماعه، انا بعاني من التصوير مش لاقي حد. ايه بصوا. يا سلام كده بقى الميه بتغلي. هنزل بعد كده بالرز. ده كيلو رز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى كده. مش عارف تقريبا الميه طلعت كتير. يا نهار ابيض عم شباب ينفخني. ممكن نعجن يا جماعه مش عارف. حد عارف حاجه؟ هي بركه ربنا بقى. طلع معجون ما طلعش معجون كده كده هيتاكل. هنعلي بقى عليه النار. نشوف بقى ايه، نسيب الرز بقى يستوي على ما نروح نعمله من السمك. خش بقى على مرحله السمك. شايفيني يا جدعان ولا مش شايفين؟ بعاني والله من التصوير. بص بقى انا عملت لكم بقى تكايه جامده جدا بقى. انا جبت بقى شويه دقيق، عليهم شويه كركم، عليهم شويه ملح، عليهم شويه كمون. وهنعمل ازاي بقى؟ هنقلبهم كده اهو. انا بعاني يا جدعان في المطبخ والله، بس علشانك يا امل مش هفقد الامل. لازم اثبت وجودي في المطبخ من غيرك يا امل. خش السمك يا باشا. هنعمل بقى كده اهو. مش عارف هو البتاع دي كبيره ولا صغيره ولا ايه. وعم الشباب عامة قال لي اعمل فيها يا سعيد. خش يا بنت استحمي يا بنت، يا بنت استحمي. طبعا انا حطيت كركم عشان يبقى لونه ايه ذهبي كده الله الله هيبقى سمك مقرمش. شايفين يا جدعان؟ شايفين يا جدعان؟ ونحطه هنا. ما حدش يقول لي انت طالع في وش الكاميرا كده ليه، عشان مش لاقي حد يصورني. ماشي. هروح بقى اكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. اللي هيعمل هاشتاج شيف سعيد في الكومنتات هعمل له قلوب كتير يا جدعان. بص بقى يلا نروح بقى نسخن الزيت عشان ننزل بقى بالسمك ده ونحمروه ونقرمشه. تعالوا نبص على الرز. هو تقريبا الرز خلص. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل اوبا. الله الله. شايفين الرز؟ حوادث. شايفين الرز عامل ازاي؟ مدوق بقى كده. جامد، بس هو ناقص شويه ملح بس. يلا ربنا يستر. بس قولوا لي ايه رايكم يا جماعه في شكله بالله عليكم. يلا يا باشا خش نقلي السمك. ولع النار. انزل كده. مش عارف انزل بزيت ياما ولا شويه. ازازه الزيت دلوقتي ب 70 جنيه ان شاء الله حد ما حوش. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بالثانيه كده. عايز اوريكم حاجه بس. شايفين لون السمك عامل ازاي؟ يا سلام. ربنا يوصل. عايز اقول بتاع سخنه. اقول لكم شايفين السمك؟ شايفين لونه؟ زيت زيت. لونه تحفه. انا عايز اتكلم مش عارف. انا انفع شيف يا جماعه. انا انفع شيف بالقعده اللي انا قاعدها. اخلص بقى ونروح نجرف وناكل لان احنا ميتين من الجوع. قول لي بقى بذمتكم مش ينفع شيف؟ شايفين بقى السمك رايكم في لونه وجماله. لون احمر ومقرمش يا جماعه.
يعني انفع في شيف ولا ما ينفعش شيف؟ انا قولي رايك ايه بقى في اعمال السمك دي؟ الله، رحت تحفه. بص بقى يا جماعه، هروح بقى ايه اجهز بقى الاكل كده، واغرف واعمل السلطه واغرف الرز كده، ونحط بقى على السفره ناكل عشان انا جعان. بصوا بقى يا جدعان، شوفوا بقى بعد ما خلصت السمك، شايفين بقى الجمال والحلاوه. يا الله، جمال يا جماله يا جماله. والرز الاحمر. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا احلى ناس في الدنيا، حبايب عم الشباب يا جماعه. جيش عم الشباب راح فين يا جماعه؟ وحشتونا. حبايبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عايزك بقى تدوق الاكل. ايه ده؟ اغني اغنيه ورده؟ وتدوق السمك وتقول لي ايه رايك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل لك شويه سلطه يا باشا عاد. اتفضلوا معانا يا جماعه. الله. حلو. لا والله. اكل ايه؟ ريحه وطعم. والله العظيم حلو. لا والله الله. انفع شيف يعني يا جدعان. وصلوا فضل على لايكات كتير عشان انا تعبت النهارده، والله العظيم تعبت النهارده في المطبخ. على فكره انا ما اتاخرتش. لم تقرب. صح؟ صحيت الصبح. سريع انت. صحيت الصبح، رحت جبت الاكل امتى؟ قبل الظهر. وجيت بقى الحمد لله صليت الظهر ودخلت بقى المطبخ. والله يا جماعه، والله يا جماعه انا كان نفسي اكل مد النيد السعيد وعملوا فعلا. هو امبارح والله، امبارح اول امبارح كان بيقول انا عايز اكل سمك مقلي، صح؟ ده السعيد يا جماعه بيعمل اكل 10 على 10. وبعدين انا كنت هجيب الاكل جاهز، انا قلت لا جاهز احنا مش هنحسه كده بطعم الرحله. هنجيب اكل ايه؟ ما احنا على طول ساعات بناكل اكل جاهز. ما الاكل ما يحتاجش لما تطبخ بايدك كده وتحس ان انت ايه في عيشه العزاب كده. الله على السمك يا جدعان، السمك بص ابيض ازاي. جريء. فين الكمامه والسكر انتوا امل؟ ادعوا يا جماعه الماما سكرها تعبانه شويه. ده ربنا يقومها بالسلامه يا جماعه. شويه السلطه دول جامدين. ده سلطه عادي. عشان كده لازم اثبت لهم وجودي ان انا اعرف اعمل اي حاجه من غير امل وماما سكر، صح؟ عشان خاطرك يا امل مش هفقد الامل. ايوه، عشان انت هتفقد الامل من غيري، عشان خاطرك يا امل انا مش هفقد الامل. وعملت لي احلى سمك مقلي وسلطه بقى وخضره بقى. السعيد يا جماعه بالمناسبه يعني بالنسبه للاكل يعني السعيد بيعمل اكل. طلبت منه في يوم قلت له انا عاوز مندي بالفرخه كده اللي بتبقى ايه مستويه على البخار كده ورز يشرب منها كنت عملتها ونزلتها على قناه ماما سكر. منزلها على القناه الصغيره بتاعت ماما سكر عامل كده. والله والله الاكل اللي هو عامله المندي ده كان طعمه حلو الصراحه. طعمه ولو كنت في اي مطعم خلاص ممكن ما لاقيش الطعم زي بتاع اللي هو ممكن نعملوه. طعمه تحفه. ها، والله بصراحه هو مش الانبوبه الفرن شغال. كله شغال. ممكن ما نعمله فرق الاكله الجايه مندي ان شاء الله. احنا بقى ايه عشان نعيش العزاب يا جماعه فلازم نظبطوا نفسينا. كل يومين ثلاثه المولد هيبقى هنا. كلها كمان يوم، كام يوم كده ماما السكر هتيجي يا وقت. بس السمك يعني ايه مستوي حلو. لا الله ينور. انا كنت يكون فيه ايه دم ولا فيه اي حاجه. النهارده هقول لكم الجو كان حر يا جدعان والله العظيم. بصوا انا قصيت بقى يا جماعه. انا قصيت بقى واحنا طبعا في مطروح يا جماعه والبحر بقى ما اقولكمش الكورنيش ما اقولكمش بقى الكورنيش وشارع اسكندريه ومطروح والجو الحلو. يا باشا بص بقى، انا عايزك بعد ما ناكل دلوقتي تعمل وعيش حياتك. بعد ما ناكل تعمل لنا دور شاي. انا عايز بص برميل شاي عشان انا ايه عندي صداع.
لو قلنا يا جماعه نغيره يعني بعيد ايه عن اللحوم والجلاش والمحاشي وبتاع. انا وحشني السمك بصراحه. هو لما قال انا عايز سمك والله رحت الصبح جبت له سمك. والله من امبارح يا جماعه قلت له يا سعيد انا عاوز اكل سمك. قال لي ماشي ولا مقلي؟ قلت له لا مقلي كده ورز احمر والسلطات وبتاع والليمون. فانا عايزكم تكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو ده والمونتاج اللي هيبقى فيه. وتقدروا مجهودي وتضغطوا لايك. عشان اللي مش هيضغط لايك هجيبه. اخ الامور اللي كان في شارع اسكندريه ده كان اسمه ايوه، احب اشكر احمد من منوفيه من متابعيني اللي هو قابلني في شارع اسكندريه في مطروح وصورت معاه. اشكر كل فانزات يا جماعه. تحياتي لاحمد وباباه ومامته واخواته. الاسره الكريمه. تحيه خاصه يا جماعه لاحلى اسره في الدنيا حبايبي اللي جابلونا بظروفها في مطروح وسلموا علينا تحياتي لهم. انا حسيت ان انا شبعت بدري ليه كده؟ وعشان انا بطبخ اللي بيطبخ بيشبع بسرعه. انا حسيت ان انا شبعت. اللي بطبخ حاسس ان هو شبع قبل يعني لما يجي ياكل بيحس اللي هو ايه شبع بسرعه. انما التاني بقى اللي مستني بقى زي حالاتي يديها الناس لبعضيها. الاكل والله طعمه جميل والسمك اصلا حلو. طبعا مش مشترك في القناه بتاعتنا اتفضل اشترك في القناه بتاعتنا. الحمد لله عم الشباب خلص وقام الحمد لله. طبعا عم الشباب يا جماعه هو اللي عامل الشاي وانا اللي رحت جبته. انت حاطط سكر صح؟ قلبت هنا؟ عم الشباب راح يغسل المواعين. تعالى ما احنا عايشين عيشه العزاب. بصوا يا جدعان هو لازم كده عم الشباب هو يشغل اللي هو يعمل الاكل بقى ويراعي السوق يا جماعه ويعمل السمك. انا عملت الاكل وهو دخل يغسل المواعين. والله العظيم 100 يعني احنا بنساعد بعض. كده يا باشا. هو اصلا اكله السمك دي عايزه شويه شاي. قول لي رايك. لا جامدين. لا عاوز سكر الحقيقه. ده مظبوط. احنا عايزين فكرنا نجيب شاي زردة. ها؟ شاي زردة بما ان احنا في مطروح يعني بلد الشاي الزردة. عشان تبدا خد بالك طعمه حلو برضه. بحب انا اصلا الشاي الزردة. بس كان ايه رايك في الاكل؟ لا نور بامانه يعني. طبعا يا جماعه انا تعبت في الفيديو بتاع النهارده ده. عايزكم بقى توصلوا الفيديو ده اكبر عدد لايكات. النهارده ماتش الاهلي هيلعب الساعه كام؟ الساعه 8. الساعه 8. كده. بس الجو حلو النهارده اهو. الجو تراب. اي شجار وبتاع والعصافير كده والدنيا حلوه يعني الجو حلو. بس هو اللي لا بس السمك حلو والله. ماما سكره ولا سمك السعيد؟ اوه لا وماما سكرها حلو برضه معلش يعني حاسس. امال ايه طبعا. لا الخير والبركه طبعا. كده يا جدعان نكون وصلنا لنهايه اليوم بتاعنا من اوله لاخره. لان في طبعا ماتش الاهلي هيشتغل دلوقتي. لو ما كانش الماتش اشتغل كنا كملنا مع بعض يعني والله. يوم طويل. والله مش عاوزين نسيبكم والله احلى ناس في الدنيا حبايبي. ف طبعا اللي بيتفرج علينا مش مشترك في القناه يتفضل يشترك في القناه بتاعته. قولوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده الفلوج بالاكل بكله كده. قولوا لي يعني انفع في الحاجات ديت ولا لا. ولو في اكله اكتبوا لنا اكله نعملها انا وعم شباب. احنا قاعدين لسه يومين كده كمان. يلا السلام. باي.